يا بختك إذا كان جدك من الأحياء ومشتاق له وقررت أنك تزوره، ويا للسعادة إذا يوجد بيته حتى بعد وفاته وبابه مفتوح ومقتنياته، ساعته، أغراضه، ملابسه، عقاله، مهفته أو مروحته، وجميع مقتنياته بالإمكان رؤيتها والإمساك بها. التجول في بيته هذا يعني أنك أسعد إنسان على وجه الأرض طالما تستطيع زيارة مكان عاش فيه جد فخم من عظماء التاريخ. أتردد على قصر المربع وأوثق جديده إذا كان هناك جديد، وشفت فيه أكبر المداخن والدلال والقدور، لأنه من قلب مدينة الكرم ومنطقة نجد التي عرفت أكرم الكرماء، من مكان غادره الملك عبد العزيز، ولكن استمرت جميع مقتنياته. ويا بخت هذه الحمامة اللي موجودة في قصر المربع. عن هذا المعلم وجميع معالم مركز الملك عبد العزيز التاريخي نفتتح هذه التشويقة، بداية نشر الحلقات عن هذا المركز الرائع المفتتح بمناسبة مرور 100 عام على توحيد المملكة العربية السعودية. حياكم الله في قناتي، أنا أسماء من الرياض.